ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هكلمكم عن حلو مشهور جدا في شهر رمضان، وبتوع الحلويات بيتفننوا ازاي يعملوه وبيسموه اسماء غريبه، وكمان بتوع الحلويات بيسموه درة الحلوى الرمضانيه. عشان كده انا النهارده هكلمكم عن الكنافه. الكنافه كنا فاكرينها مصريه، لكن هي طلع اصلها مش مصري. وضح عدد من المؤرخين اصل الكنافه في مصر للفاطميين في القاهره، وعملوا الكنافه مخصوص للخليفه معز الدين الله الفاطمي، واستقبلوا بيها الناس وانتشرت حتى وصلت للوطن العربي كله. في اقوال اخرى بتقول ان الكنافه ظهرت في العصور القديمه، والمؤرخين قالوا ان العصور الامويه ظهرت فيها الكنافه من اهل الشام، وعملوها وجبة سحور للخليفة معاوية بن أبي سفيان علشان يفضل فترة أطول في نهار رمضان مش بيجوع، مش جعان. واعتمدها الخليفة معاوية بن أبي سفيان طول شهر رمضان، وفضلت فترة طويلة قوي معروفة باسم كنافة معاوية. وفي أقوال أخرى بتقول إن الكنافة بيرجع أصلها للأتراك اللي حكموا نابلس لمئات السنين، واتطورت الكنافة الاسطنبولية في نابلس، وبعد كده عملوا منها أصناف كتيرة قوي، وأشهرها الكنافة الناعمة اللي تميزت بيها نابلس عشان جودة الجبنة النابلسية، وده خلى أهل نابلس يتشهروا بالكنافة النابلسية، وده اللي خلاها تتشهر أكتر. والكنافة اتسمت نسبة للغة الشركسية واسمها تنشافة. طب يعني ايه بقى تنشافة؟ أنا هقولك. تنشا يعني البلبل، وفا يعني اللون، يعني تنشافة على بعض يعني لون البلبل. احنا بقى كمصريين بنحب ناكلها محشية بالقشطة او بالمهلبية. طب انتوا بقى عندكم بتاكلوها ازاي؟